السلام عليكم البنات والولاد اللي كيشاهدوا القناه ديالي. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. اليوم بغيت نشارك معكم واحد لوسيون الاسم ديالو فونديرما. هاد فونديرما كيصلح للناس اللي عندهم الفطريات ما بين الاصابع ديالهم او شي تعفنات بسبب مرات كيكون الانسان كيتوضا اولا كيغسل رجليه وما كينشفهمش من الماء. فهاد الشي كيسبب لينا هادوك الفطريات اللي ما بين الأصابع وكذلك تعفنات. وكاين اللي كيبقى يحك حتى كيولي الدم ديالو كيدوز ليه. فلذلك هاد فونديرما هاد لوسيون راه كاين لوسيون كاين حليب. هاد لوسيون راه بزاف مزيان بزاف. الناس اللي عندهم كيعانيو من هاد المشكل او الناس اللي كيلبسوا الصباط وكيتعرق ليهم الرجلين ديالهم وكيوقع ليهم هذاك المشكل ديال الفطريات ما بين الأصابع. دائما نغسلوا رجلينا بالصابونه ديال الحجره اللي عندهم هذا المشكل ما بين الاصابع ديالهم، ونشفوا مزيان بشي فوطه وعاد نديروا هاد لوسيون فونديرما. الثمن ديالو ما غاديش رخيص بزاف، ولكن المفعول ديالو جيد جدا. كتبان لكم النتيجه في مده اسبوع ان شاء الله. والثمن ديالو كذلك ما غاليش. يعني تقدروا تاخذوه كيدير 15 درهم ما كيفوتهاش، ولكن راه زوين زوين وفعال. طريقة الاستعمال ديالو نديروه 3 المرات في النهار، ودائما مع نغسلوا رجلينا بالصابونة الحجرة من الأحسن، ونشفوا الأصابع ديالنا من الماء، ما نخليوش الماء لأن الماء هو سبب المشكل عند الناس. وكما قلت لكم 3 المرات في النهار، وإن شاء الله راه غادي تبان لكم واحد النتيجة اللي فعالة جدا. هاد فونديرما راه مزيان بزاف، يعني لواحد الدرجة ما كتصورش. هما دايرين فيه هنايا ملح الصوديوم، وراه زوين بزاف، يعني ما كيخليش لينا هاد المشكل ديال الفطريات ما بين الاظافر او تعفنات. كما قلت لكم يعني في مدة اسبوع ان شاء الله كتبان النتيجة. راه رخيص 15 درهم، ولكن راه فعالية ديالو مزيانة بزاف للناس اللي كيعانيو من مشكل فطريات الأصابع. ما نتهاونوش على هذا المشكل ونخليه ونبقاو نخليو تعفنوا لنا الأصابع ديالنا حتى نوصلوا لواحد النتيجة خايبة. ضروري نعالجوا هذا المشكل ديالنا. ودائما الناس اللي كيتعرقوا لهم الرجلين ديالهم ملي كيلبسوا الصباط يحاولوا يلبسوا شي حاجة اللي تكون يعني مهوية، ما يزمتوش الاصابع ديالهم باش ما يعرقوش ويديروا لنا هذا المشكل. فونديرما هاد فونديرما راه واحد المحلول اللي مزيان بزاف لهذا المشكل ديال الفطريات. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واشتركوا مع الاهل والاصدقاء ودعموني وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله تعالى.